غرفة الراحة بشكل جديد لازم تكون سيمبل على دماغ العميل بتاعك. غرفة الراحة النهارده ديزاين الغرف بتاعتك دولتس ليها شكل، ليها امتيازية، ليها راحة. أهم حاجة تكون مبسوط وأنت قاعد فيها وما تكونش دوشة. كان عندنا حبة تفاصيل وعندنا حبة عيوب في الأوضة دي، بس احنا عالجناها باحترافية وبشكل جديد. تعالوا نتفرج من أول البيبان لما غيرنا شكل الديزاينز بتاعتها وبقت سيمبل وبقت دوكو. تعالوا نبتدي. كان عندي عمود خرسانة هنا، ابتديت احط الاكراميه او المكرميه بالشكل الجديد ده، وعملنا العلاقه والديكوريشن بالشكل ده بالكيرف لاين وظبطنا الدنيا. ثم بعد كده ابتدينا نخلق الحاجات دي وعملنا الكفر بتاعنا بشكل شيك عشان ما يبقاش دوشه ويبقى ليه احترافيه مزيكا جدا. ثم ده كان عمود خرسانه، ابتدينا نشكل التشكيل بتاعنا ونعمل الديكوريشن ونظبط ونعمل الكيرف لاين مع نحط الماجنتيك بدراسه الالوان ودراسه الحسابات. ما درستش حاجه، كل سنه وانت طيب. تعال اقول لك على مفاجاه كبيره. الطقم ده ممتاز جدا بالشكل والتكوين. اهم حاجه العلاقات وربط الكوشنز بالكلر الشكل بتاعتك بالعلاقات بتاعتك دي هتظبط الدنيا. من غير الكلام ده الدنيا بتاعتك هتبقى دوشه، مع علاقه الستاير مع علاقه الالوان مع البساطه. رغم ان الاوضه صغيره بس مديك اتساع كبير جدا عشان شكل الكيرف لاين اللي انت شغال عليها. مهم جدا التابلوهات والاكسسوارز ما اهتمتش بيها، كل سنه وانت طيب مش هتلاقي الشكل بالطبخه بتاعتك الحلوه. لازم تهتم بالتفاصيل الصغيره عشان تلاقي النتيجه ممتازه. ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك معاك في القناه عشان احنا بنبذل مجهود كتير قوي عشان تتفرج على الحاجات الحلوه دي. السلام عليكم.